ومع أسرار مصر القديمة بنكمل رحلتنا. قصة 2 من أنبياء الله حواليهم غموض كبير، سيدنا إبراهيم وسيدنا هود. هو سيدنا إبراهيم زار مصر بس ولا الموضوع أعمق من كده بكتير؟ طيب بما إنه نبي مرسل تاريخيا، فين أتباعه؟ فين الأمة اللي اتبعت شريعته؟ وعاد قوم نبي الله هود، إيه علاقتهم بمصر؟ وفين موقع العذاب اللي أرسله ليهم ربنا؟ وفين قبر سيدنا هود أصلا؟ مين هو سيدنا يوسف في الآثار والتاريخ؟ ومعقول كل الاكتشافات دي ومفيش أثر واحد يدل على وجوده؟ فكرة إن يكون في شخصيتين في التاريخ حياتهم فيها شبه من بعض وارد تحصل، لكن لما يكون التشابه في الشخصيات وفي مركزهم الاجتماعي وفي أهميتهم وسط الناس وكمان في أحداث قوية ومؤثرة تاريخيا حصلت وقت حياتهم، يبقى أكيد الموضوع مش مجرد تشابه عادي. كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، حقائق ما سمعتوهاش قبل كده. استعدوا لأن اللي هتسمعوه هيغير نظرتكم للتاريخ والمصر للأبد، وهيكشف لكم قد إيه إحنا كان مضحوك علينا. سيدنا إبراهيم من الشخصيات اللي حواليها غموض كبير، من ناحية اتولد وعاش فين ومين الأمة اللي اتبعته محدش قدر إنه يثبته تاريخيا. الكلام اللي نعرفه إنه اتولد وعاش في العراق واتنقل بعد كده لتركيا ولفلسطين وجه لمصر زيارة، وده اللي متصدر لينا من سفر التكوين. لكن من خلال آيات القرآن الكريم والحضارة المصرية القديمة فالموضوع مختلف تماما. فيلا بينا واحدة واحدة. في الحضارة المصرية القديمة ثبت ان القدماء المصريين كانوا موحدين بالله، وكانوا بيصوموا ويصلوا ويزكوا ويحجوا كمان، وده مش مجرد كلام. وفي القرآن الكريم قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كلمة حنيفة اتذكرت أكتر من مرة في القرآن الكريم، وفي معظم الوقت كانت بتيجي مرتبطة بنبي الله إبراهيم. في كتاب القدماء المصريين أول الحنفاء للدكتور نديم السيار قال إن كلمة حنيفة كانت معروفة عند القدماء المصريين اللي هي حنف، ومعناها الميل إلى التوحيد أو الدين المستقيم. إحنا كمسلمين متبعين ملة إبراهيم بنص القرآن. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والملة هي الشريعة أو الدين، وإحنا كمسلمين ماشيين في كل شيء على شريعة نبي الله إبراهيم، من صلاة وصوم وزكاة وحج. طيب تعالوا كده نشوف القدماء المصريين كانوا بيعبدوا ربنا إزاي. هنلاقي عبادتهم كانت عبارة عن إسلام خالص، التوحيد وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والركن الثاني الصلاة. قال تعالى لسيدنا إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. ومعنى إماما هو المتبع والمقتدى به، وكلمة إمام كانت كلمة معروفة عند القدماء المصريين بكلمة اللي هي إمام، وكان ليها نفس التعريف أو المعنى اللي هو الشخص اللي بيؤم الناس للصلاة. فلما ربنا يقول لسيدنا إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، يبقى هو كده أول إمام للناس. والقدماء المصريين كده عرفوا معنى الإمامة وشخصية الإمام من سيدنا إبراهيم، وكانت أركان الصلاة زي ما هتشوفوا دلوقتي، وده الركوع والسجود. قال تعالى: ويخرون للأذقان سجدا. السجود عندهم كان على الدقن زي ما انتم شايفين، والرفع من السجود اللي هو الجلوس بين السجدتين والدعاء. نيجي بقى للركن الثالث، الصيام. احنا بنصوم 30 يوم من الفجر للمغرب، وبعدها بيكون عيد الفطر، وبداية الصيام ونهايته بتتحسب من خلال رؤية الهلال. في القرآن الكريم قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. القدماء المصريين كان عندهم 30 يوم صيام بيبدأ من شروق الشمس لحد الغروب، وعرفوا الصيام باسم صاو يعني امتنع. وبعد الصيام 30 يوم كان بيبقى عندهم عيد لمدة يومين، واللي هتستغربوا له اكتر ان اغنية وحوي يا وحوي ايوحة دي متوارثة منهم، وايوحة كان بالنسبة ليهم هو الملاك اللي بيحرك القمر، ووحوي يا وحوي معناها اظهر ايها القمر اشتقنا اليك. اما الزكاة فكانت عندهم اسمها الماعو، وابن كثير فسر آية ويمنعون الماعون ان الماعون هو الزكاة. وخامس ركن اللي هو الحج، وكلمة حج اصلا هي كلمة مصرية قديمة معناها النور او الضياء، وكلمة الحجاز على بعضها عندهم كانت اسمها حج آز بمعنى المتجه إلى النور أو الضياء. والحج عندهم كان بيبقى في مكانين، يا إما في أبيدوس مكان قبر نبي الله إدريس عليه السلام، أو الكعبة في شبه الجزيرة. ومعروف إن سيدنا إدريس بنى 40 قرية خارج مصر، وكانت أولهم مكة، وعلشان كده سميت أم القرى. وفي خريطة بطليموس اللي من القرن الثالث الميلادي أسماء القرى اللي في شبه الجزيرة كانت كلها مصرية قديمة. ومثال على كده الطائف كان اسمها إتريب، ومكة كان اسمها ملكاي أو بكة، با بمعنى الروح وكاه بمعنى الأمين، والكلمة على بعضها معناها الروح الأمين. ولو نلاحظ هنلاقيها اتذكرت في القرآن برضو باسم بكة، لأن أرض الجزيرة وفلسطين كانت تحت السيادة المصرية. لو تلاحظوا اللي شرحناه دلوقتي عن طريقة عبادة القدماء المصريين هتلاقوها هي أركان الإسلام الخمسة، لأن سيدنا إبراهيم كان مسلم. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
وقال تعالى هو سماكم المسلمين، يعني القدماء المصريين كانوا مسلمين واتبعوا ملة نبي الله إبراهيم. أنا عايزة أقول لكم كمان إنهم كانوا بيذبحوا بعد ما بيحجوا، اللي هو الهدي، ما يذبح من بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم زي ما أنتم شايفين في الصورة كده بالظبط. وكمان لبس الحج عندهم كان الإزار الأبيض. اللي احنا نعرفه بقى إن سيدنا إبراهيم اتولد في مدينة أوروك في العراق. تعالوا كده نشوف الحقيقة فين. ناس كتير ما تعرفش ان القوم اللي كادوا لسيدنا إبراهيم وألقوه في النار غير الملك الكافر اللي حجه في ربه. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يبقى كده قومه كانوا مشركين بيعبدوا الأصنام، واللي بيأكد ان قومه كانوا مشركين قوله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم وما كان من المشركين. فلما سيدنا إبراهيم وضح لقومه رفضه لعبادتهم الأصنام وكمان كسرها ليهم، ربنا بيقول فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وفي آية تانية بيقول فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يعني قومه بشكل كامل اتحدوا وكادوا ليه وألقوه في النار. قالوا احرقوا وانصروا آلهتكم، وربنا قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دي حادثة النار اللي حصلت من قومه المشركين. لكن اللي حاج إبراهيم يقال إنه كان جلجامش ملك أوراق وكان كافر. قال تعالى ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولما قال له سيدنا إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب بهت الذي كفر، يعني كان كافر مش مشرك. طيب هو في فرق بين المشرك والكافر؟ طبعا فيه، هما كلمتين بينهم ترادف، ولكن الكفر أعم وأشمل من الشرك. الشرك هو إشراك آلهة مع الله في العبادة والاعتراف بأن ليهم قدرة، ولكن هو معترف بوجود الله زي مشركين قريش بالظبط. مع اعترافهم برب البيت كانوا بيعبدوا الأصنام. ولكن الكافر هو مش معترف أصلا بوجود ربنا. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث إن جاء بعجل حنيذ. إيه هو الحنيذ؟ الحنيذ هو طريقة لطهي اللحم، تسوية اللحم عن طريق دفنه. والطريقة دي ما كانتش منتشرة في العراق بشكل عام، ولكن كانت منتشرة في الأماكن البدوية زي شبه الجزيرة ومنطقة صحراء سيناء وفلسطين. يعني سيدنا إبراهيم كان في منطقة بدوية. وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والآية هنا بتأكد إن سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط دخلوا فعليا تحت سيادة الدولة المصرية، لأن بالنص القرآني والجغرافيا القرآنية الأرض المباركة هي ما حول المسجد الأقصى وهي أرض مصر. واللي عايز يفهم تفاصيل أكتر عن الجزئية دي يقدر يرجع للحلقة اللي فاتت، فيها كل التفاصيل عن فين هي الأرض المباركة والأدلة القاطعة عن إن مصر الحالية هي مصر المذكورة في القرآن. المقصود في الآية هو دخولهم تحت سيادة الدولة، مش الأرض بس، لأن الأرض هم كانوا فيها فعليا، ولكن نجاتهم كانت دخولهم تحت سيادة الدولة، تحت الحكم والقانون. ودخل المدينة بعد ما كان في البدو وتزوج من السيدة هاجر في مصر، واللي كانت أميرة مصرية بنت أمير مصري مش جارية. وده خطأ كبير دخلنا عن طريق الإسرائيليات زي ما دخلت حاجات كتير تانية. لكن بالعقل كده خليل الله ورسول من أولي العزم هيتزوج جارية؟ القدماء المصريين أمنوا برسالة سيدنا إبراهيم واتبعوه، كانوا أول الحنفاء، فبالتالي كان شرف ليهم انه يتزوج اميره منهم. وعايزه اقول لكم كمان ان اسم ساره اللي هو اسم زوجة سيدنا ابراهيم الاولى هو اصلا اسم مصري قديم، وكان بيستخدم كلقب ملكي في مصر القديمه، ومعنى الاسم وليد رع، ومعنى رع هو النور الالهي. بالاضافه ان مقام سيدنا ابراهيم كان بيتعمل فيه صيانه، وده كان في حوالي القرن التاسع، ووقتها كان في مؤرخ اسمه ابو عبد الله محمد ابن اسحاق ابن عباس الفاكهي، وده مؤرخ وعالم حديث من مكه. قال انه من ايام قبيله قريش قالوا ان في كتابات غريبه ومش مفهومه على قواعد المقام، ولما عرضها على شخص متخصص في اللغه المصريه القديمه ترجمها وقال ان مكتوب عليها اني انا الله لا اله الا انا ملك لا يرام اسباوت. والمقصود بأسباوت هي السابقة، ودي كانت ديانة التوحيد الأولى في مصر القديمة من قبل سيدنا إبراهيم، لأنها كانت ديانة سيدنا آدم. وكلمة أسباوت معناها آمنت أو أسلمت، يعني سيدنا إبراهيم كان حنيفا مسلما، والمصريين القدماء كانوا أول الحنفاء ومتبعين لملة نبي الله إبراهيم اللي هو الإسلام بكل أركانه. وتزوج من أميرة مصرية السيدة هاجر، ومكتوب على مقامه باللغة المصرية القديمة مش بالسومرية. وطريقة طهيه للطعام لضيوفه كانت بالطريقة البدوية. وبعد كل ده نيجي نقول ده كان في العراق، وبعدين اتنقل لتركيا وجه لمصر زيارة. دي كانت زيارة مدتها قد إيه دي اللي تخليه ينشر دين بتعاليمه ويتزوج وينجب؟
هو ممكن يكون راح العراق زياره وقت مقابلته لجلجامش ملك اوروك. وعلشان ما يحصلش لخبطه او سوء فهم من بعض الناس، بني اسرائيل مش هم آل يعقوب اللي جدهم سيدنا ابراهيم عليه السلام. اسرائيل هو ابن ادم الاول واول قاطر على الارض، واللي معروف في الحضارة المصرية باسم ست، وفي حلقات على القناة بتتكلم عنه. ولكن ذرية سيدنا إبراهيم هو إسماعيل وإسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب، وهم أنبياء وربنا جعلهم أئمة يهدون بأمر الله. سيدنا إسماعيل كان في شبه الجزيرة، وسيدنا إسحاق ومن بعد منه سيدنا يعقوب كانوا من بدو مصر، يعني مصريين. وسيدنا يعقوب كان من أولاده نبي الله يوسف عليه السلام، وسيدنا يوسف كان أول نبي يدخل دائرة الحكم في مصر. تاني جزء بقى معانا في حلقتنا هو فين موقع قوم عاد، وفين قبر نبي الله هود، وفي أي دولة. الدكتورة هايدي فاروق أثارت الموضوع ده، وهي حقيقي شخصية من الشخصيات النادرة في مصر وثروة قومية فعلا. الدكتورة قالت حسب الجغرافيا القرآنية لقوم عاد، قال تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وبالتالي لازم المكان اللي كان فيه قوم عاد يكون فيه عيون مية. في ناس قالوا إنهم في عسقلان، ولكن عسقلان مفيش فيها عيون مية، وقالوا إنهم في العراق، ولكن المكان المقصود في العراق برضو مفيش فيه عيون مية، ولكن فيه بير مية. وقالوا إنهم في منطقة الربع الخالي في حضرموت، ولكن برضو مفيش فيها عيون مية. في الوقت اللي ربنا أراد فيه تعذيب قوم عاد قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. في تفسير ابن كثير قال علشان خاطر تكون الرياح صرصار لازم يكون بيحجبها البحر من اليمين والجبل من اليسار. والدكتورة قالت إن المكان منطبق على منطقة جبل المقطم عندنا. الجبل هو جبل المقطم والبحر نهر النيل، والمكان في عين الصيرة. إيه ده؟ يعني قوم عاد وسيدنا هود كانوا هنا في مصر؟ هنعرف دلوقتي. سيدنا هود لما عرف ان ربنا هيعذب قومه قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الدكتورة قالت انها بحثت كتير عن تعريف او معنى عارض في الصحاح والقاموس المحيط، وقالت انها لقت تفسير عارض وان هو مكان يخترق الجبل مسيرة 3 أيام، يعني عبارة عن مكان بيخترق الجبل مسيرة 3 أيام. بدايته بيكون اسمها الفرط ونهايته بيكون اسمها الخزير، وده تعريف العارض. وان المفسرين قالوا مفيش في العالم العربي ما يعرف بالعارض. وبالصدفة وهي هناك عند جبل المقطم لقيت الترابي بيقول: جذب القرافة تحت ذيل العارضي وقل السلام عليك يا ابن الفارضي. ولما سألته قالت له يعني ايه؟ قال لها تحت دير العارض عمر بن الفارض. وقتها هي كانت تحت مسجد سيد الجيوشي عند مسجد عمر بن الفارض، فهي قالت يبقى العارض فوق عمر بن الفارض اللي هو الموقع الموجود تحت مسجد سيد الجيوشي. وانها بنفسها خبطت بايدها على الصخر اللي تحت المسجد لقيتها مجوفه، يعني وراها حاجه، فرجعت تاني للخرايط القديمه اللي عندها واللي متأرخ فيها القاهره المملوكيه والفاطميه، وطبعا فيهم الموقع. ولقيت ان ده موقع مشهد اخوه يوسف عليه السلام، يعني ده موقع استقبال سيدنا يوسف لاخواته. وان القبائل العربيه كانت بتمشي في هدي جبل عتاء في السويس لحد ما توصل جبل المقطم اللي كان متصل بجبل عتاء وقتها، وان هو ده الموقع اللي كان بيحصل فيه تبادل للبضائع بين مصر والشام في فترة المجاعة اللي هم ال7 سنين العجاف. وان قريب من المكان ده قبر اخوة نبي الله يوسف بنيامين واليسع. والعارض هو المكان اللي طلع فوق منه سيدنا هود هو والمؤمنين اللي كانوا معاه لما عرف ان ربنا هيعذب قومه تحت في الوادي. طب وهو الوادي اصلا موجود وهو وادي المستضعفين اللي هو حاليا حي الأبجية. يبقى العيون هو عين الصيرة، والوادي هو حي الأبجية، وادي المستضعفين سابقا. والعارض اللي هو مكون من جبل وبحر، الجبل هو جبل المقطم والبحر نهر النيل، فكده كله منطبق. وهم سكنوا الوادي عند العيون وقريب من النهر. وقالت ان في مخطوط الجفر لسيدنا علي بن ابي طالب لما اختلف اهل الشام واليمن على موقع سيدنا هود، فرد عليهم سيدنا علي وقال لهم لا هذا ولا ذاك، وقال لهم ان قبر سيدنا هود موجود عند كسيب احمر اللي هي رمله لونها احمر، وعلى راس المقبره ثمره صغيره، وده اللي الدكتوره فعلا لقيته في عين الصيره. راحت للاهالي وسالت عن قبر نبي الله هود، والناس ردت عليها، وللاسف كانوا معتقدين انه شيخ ما يعرفوش انه نبي، ووصفوا لها الطريق. والمفاجاه انها راحت ولقت قبر نبي الله هود وبنفس وصف سيدنا علي، ولقت لوحه مكتوب عليها بالاراميه ولوحه تانية مكتوب عليها هنا قبر النبي هود، وانها لقت الرمل اللي تحت القبر فعلا لونه احمر، وفوق المقبره موجود الثمره. وقالت معنى الكلام ده ان النبي صالح موجود هو كمان في المقطم، وان ثمود كانوا في المقطم. فبتقول انها راحت وسالت الاهالي محدش شاف جثث غريبه هنا؟ قالوا لها ان تحت مدرسه التونسي التجاريه بنات لقوا في الساحه الخلفيه زمان جثمان لسيده طولها في طولنا 3 مرات،
والطفل اللي كان معاها كان في طولنا احنا. يعني الموضوع مؤكد مش مجرد تخمين. لكم ان تتخيلوا ان الارض اللي احنا عايشين عليها معظم قصص القرآن بتتكلم عن احداث حصلت على ارضها. مين هو سيدنا يوسف في الاثار والتاريخ؟ ومعقول كل الاكتشافات دي ومفيش اثر واحد يدل على وجوده؟ بنص القرآن الكريم اللي مفيش فيه ذرة شك، سيدنا يوسف عاش في مصر وتولى فيها منصب عالي اللي هو عزيز مصر، وكمان كان موجود في فترة زمنية مهمة جدا اللي هي فترة المجاعة. وبرضه كلنا عارفين قصة سيدنا يوسف وازاي اخواته رموه في البير وازاي اتباع لعزيز مصر ودخوله السجن ظلم وخروجه منه بإذن الله بسبب تفسيره لرؤية الملك، الرؤية اللي كانت بتتكلم عن المجاعة. لحد كده الكلام تمام. تعالوا بقى نشوف القرآن بيقول ايه عن سيدنا يوسف او على لسان سيدنا يوسف. قال تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. في تفسير السعدي بيقول إن سيدنا يوسف بسبب العلم العظيم والملك اللي ربنا أعطاه إياه، فقال سيدنا يوسف مقرا بنعمة ربنا: ربي قد آتيتني من الملك، لأنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها وكان وزير كبير للملك. وعلمتني تأويل الأحاديث، وقال إن معناها تأويل الرؤية وغير ذلك من العلم، يعني وارد يكون في علوم تانية غير تفسير الرؤية. وقال تعالى على لسان سيدنا يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. والآية واضحة، آتيناه حكما وعلما. حكم لأنه كان بعد الملك مباشرة في مكانته. وفي تفسير الطبري قال إن المقصود بالحكم والعلم هو العقل والعلم قبل النبوة. وبعض المفسرين قالوا إن سيدنا يوسف لو شاء أن يجعل الملك نفسه تحت يده لفعل. وكان تفسير العلم إنه جعلناه نبيا وعالما ربانيا، يعني العلم اللي كان عنده كان علم رباني ملهم ليه من السماء. وخلينا فاكرين الجزئية دي كويس. طبعا محدش يقدر يأكد ان العلم ده كان علم تفسير الرؤية بس. وقال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ومفهوم التمكين هو زيادة القوة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وسيدنا يوسف كان جامع بينهم كلهم. وقال تعالى على لسان سيدنا يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والعليم هو الشخص الذي يعلم كل شيء، تسير العلم وعنده علم عميق وفائق في العلم. وكده معنى الآية بتدل انه كان ملم بعلوم كتير لانه عليم. ولما فسر سيدنا يوسف الرؤيا للملك قال تعالى على لسان الملك: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. والاستخلاص لنفسي معناه أجعله خالصا لنفسي ومختصا بي وبتصاريف أموري وأجعله من خاصتي وأهل مشورتي. معنى كده إن مكانته ما كانتش مكانة وزير عادي، ده كده ممكن نقول إنه كان بعد الملك في حكم البلاد. وقال تعالى على لسان سيدنا يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض. ده معناه إنه كان عنده معرفة تخليه يقدر يدير الموقف في التوقيت الصعب ده اللي كانت بتمر بيه البلاد كلها من جوع واحتياج، وكان عارف هو هيعمل إيه كويس. كل الآيات بتشير وتقول إن مكانة نبي الله يوسف في مصر كانت عظيمة، وإن العلم اللي كان عنده ما كانش تفسير الرؤية وبس، وإن ربنا أعطاه الحكم والعلم الرباني ومكنه في الأرض اللي هي أرض مصر، والتمكين كان شامل. تعالوا بقى نشوف الجانب التاني في التاريخ. هنلاقي شخصية المهندس والطبيب والحكيم والمعلم والأديب أمحتب أو أمنحتب. أمنحتب ظهر في العصر القديم وكان وزير الملك زوسر في الأسرة الثالثة، وكان كبير المهندسين والمعماريين للملك زوسر، ويعتبر أول مهندس معماري في التاريخ. طور العمارة المصرية جدا وظهرت براعته في بناء الهرم زوسر المدرج وفي بنائه للمعابد. أمنحتب ما كانش أول مهندس ومعماري بس، لا ده كمان كان مؤسس علم الطب وألف مخطوطات فيها أعراض الأمراض وطرق علاجها، واخترع العقاقير الطبية واستخرج الأدوية من النباتات، وعالج أمراض زي النقرس والتهاب المفاصل والزايدة الدودية وحتى علاج الكسور. وأسس مدرسة لتعليم الطب، وكان عبقري في مجالات تانية زي علم التشريح وعلم النجوم. ومن عبقريته البعض اعتبروه صانع الأعاجيب. أمنحتب تأثيره في المصريين استمر بعد وفاته بسنين طويلة لحد عصر الدولة الحديثة، لدرجة إن الإغريق بسبب مهارته في الطب ألهوه. وركزوا معايا في الجزء اللي جاي ده كويس. الإغريق ألهوا أمنحتب، لكن المصريين ما اعتبروهوش إله، بس طبعا احترموه وبجلوه تقديرا لجهوده واعتبروه راعي الكتبة. وأي كاتب كان بيسكب شوية من الحبر اللي هيكتب بيه تكريما لأمنحتب قبل ما يبدأ الكتابة في مشروعه العلمي أو الأدبي. بالإضافة بقى لنقطة تانية مهمة ودي اللي عايزاكم تركزوا فيها. القدماء المصريين كانوا مؤمنين وعندهم اعتقاد إن أي علوم أو معارف بتوصل ليهم خصوصا من الفلك أو الحساب أو الطب كانت بتوصل ليهم عن طريق تحوت، وتحوت كان بالنسبة ليهم هو اللي بينقل الرسائل من الإله في السماء للبشر على الأرض. يعني تحوت كان هو رسول السماء، واحنا عارفين مين اللي بيقوم بالمهمة دي عندنا في الديانات السماوية. القدماء المصريين كانوا بيعتبروا أمنحتب وسيط بين البشر والإله، وإن العلوم كانت بتوصل له عن طريق تحوت.
فاكرين الجزء اللي قلت لكم افتكروه كويس؟ زي ما سيدنا يوسف كان علمه علم رباني، القدماء المصريين كانوا بيعتبروا ان العلم اللي موجود عند أمنحوتب من عند إله السماء، والناس كانت مؤمنة ان هو يقدر يساعدهم في حل الصعوبات اللي بتقابلهم في حياتهم اليومية. مش كده وبس، شوفوا كمان اللي جاي. كان في بحث عمله الدكتور والباحث الأثري المصري خليل مسيح، قال في البحث ده ان أمنحتب اشتهر بانه كان ليه كرامات في شفاء المرضى وحفظ الناس من الحوادث، وكمان إعطاء أطفال لمن لا تحمل، يعني علاج العقم، وإن المرضى كانوا بيناموا في معبده وقت طويل، وإن الكثير منهم كان بيتم شفائهم فعلا، وثبت فعلا تاريخيا إنه كان طبيب مشهور، وإن المرضى كانوا بيجوا ليه من كل مكان بسبب براعته. وكلنا طبعا عارفين إن الأنبياء هم اللي كان بيبقى ليهم معجزات أو كرامات. نيجي بقى لمركزه كرجل دولة، كان بيشغل أكتر من وظيفة في البلاط الملكي، وكان ليه ألقاب ووظائف كتير، يعني مثلا لقب حافظ أختام ملك مصر، ولقب وزير ملك مصر السفلى، والذي تحت رأس ملك مصر العليا، وكان وظيفته رئيس البلاط الملكي، ولقب من العائلة الملكة، وده كان أعلى لقب لأنه معناه ولي العهد، ولقب حاكم المبنى الكبير ووظيفته نظر الأملاك، ولقب الذي يرى الكبار ووظيفته الرئيس الأعلى لعمليات البناء والبعثات. ومن ضمن ألقاب أمنحتب في الحضارة المصرية القديمة إنه كبير رائين الملك زوسر، يعني هو اللي كان بيفسر رؤى الملك زوسر. وإحنا عارفين بنص القرآن الكريم إن سيدنا يوسف هو اللي فسر الرؤية للملك. من خلال العلم اللي عنده وألقابه ووظائفه في الدولة بقى واضح جدا إنه ما كانش مجرد شخصية عادية، والأغرب إنه أخذ لقب ولي العهد وهو كان من عامة الشعب، وفي العادي ده مستحيل يحصل. الوزير ده كده كان حاكم فعلي مش مجرد ألقاب. أنا عايزة أقول لكم كمان إن في عهد الملك زوسر حصل أول تعديل دستوري، والتعديل كان التنازل عن بعض صلاحيات الحاكم لرئيس البلاط الملكي والكاهن الأعظم، والوظائف دي كان بيشغلها أمنحتب. نيجي بقى دلوقتي معاكم لأهم حدث تاريخي حصل في حياتهم الاتنين، النبي الله يوسف عليه السلام وأمنحتب، وهي المجاعة اللي حصلت في زمن سيدنا يوسف. المجاعة بنص القرآن حصلت أحداثها في مصر في لوحة اسمها لوحة المجاعة. اللوحة دي موجودة في جزيرة سهيل في أسوان. العالم اللي فحص اللوحة وترجم الكلام اللي عليها عالم فرنسي اسمه بول بورجيه، والكلام ده كانت سنة 1953. اللوحة دي بقى بتقول إيه؟ اللوحة بتتكلم عن مجاعة حصلت لمدة 7 سنين في عهد الملك زوسر، وبتوصف قد إيه الملك كان قلقان بسبب حالة الجفاف اللي وقعت فيها مصر، وإن النيل ما كانش بيفيض لمدة 7 سنين. اللوحة ما اتكتبتش في زمن أو عصر الملك زوسر، اللوحة اتسجلت في عصر بطليموس الثاني سنة 332 قبل الميلاد. القصة اللي على اللوحة بتشبه بشكل كبير المجاعة اللي حصلت زمن سيدنا يوسف، وكان في التوقيت ده وزير الملك زوسر هو أمنحتب. العجيب بقى ان اللوحة اتوجدت مكسورة وعن عمد، واتقال ان كان في محاولة لسرقتها علشان يخفوا المرحلة دي في تاريخ مصر، لكن علشان حجر البازلت صلب وصعب كسره او رفعه من مكانه فشلت خطتهم. بس تفتكروا ليه كانوا عايزين يخفوا المرحلة دي في التاريخ المصري؟ السبب المنطقي ان اخفاء اي شيء يثبت صدق القرآن الكريم في مصلحتهم، علشان يقدروا يستمروا في نشرهم ودعوتهم للإلحاد بحجة ان القرآن مجرد اساطير مكتوبة. لكن لو الآيات القرآنية صدقت عليها الاكتشافات الأثرية والتاريخ، يبقى كده خطتهم في نشر الإلحاد فشلت من جذورها. وعلى نفس لوحة المجاعة بيشار للملك زوسر بلقب الملك، نفس اللي جه في النص القرآني. وفي المجموعة الجنائزية للملك زوسر موجود صومعة لحفظ الغلال. ودلوقتي وصلنا معاكم للنقطة الأخيرة وهي مقبرته. أقدم مقبرة لقوها مكتوب عليها اسم أمنحتب كانت في جبانة في الأقصر، ويقال إنه صاحب المقبرة اسمه أمنحتب، وكان وظيفته نائب حامل أختام الملك تحتمس الثالث. الباحثين اللي بحثوا في المقبرة دي أكدوا إن المقبرة دي استخدمت أكتر من مرة قبل كده، ولكن الغريب في المقبرة إنهم لقوا فيها بير عمقه 18 متر. تفتكروا ممكن يكون أول واحد اتدفن في المقبرة دي هو أمنحتب علشان كده اسمه عليها؟ ووارد كمان يكون هو ده البير اللي إخواته رموا فيه، لأن مش منطقي إنه يكون في بير في مقبرة. وأحب أقول لكم كمان إن أمنحتب أو أمنحتب ما كانش اسمه، ده كان لقبه ومعناه الذي جاء في سلام. وأمنحتب زي ما كانت حياته فيها غموض من ناحية إزاي ظهر في مصر أو جه منين، ومفيش أي شيء مذكور عن حياته الشخصية، هو كمان اختفى بشكل غامض وغريب. فجأة ما بقاش في أي شيء بيتذكر عنه وكأنه ما كانش موجود. يعني واضح إنه ما كانش ليه ذرية، وده بيفسر قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف في القرآن الكريم: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقول الله عن سيدنا يوسف هلك لأنه ما كانش له ذرية، ليس له عقب، واللي بيموت وملوش ذرية بيطلق عليه في القرآن هلك، كما في قوله تعالى في سورة النساء: إن امرؤ هلك ليس له ولد. تفتكروا بعد كل التشابهات دي الشخصيتين مش هم شخصية واحدة؟ قبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير، جدعانة منكم.